في كل حي قديم في بيت محدش بيقرب منه، بيت الناس بتعدي من جنبه بسرعة، بيت لو سألت عنه تلاقي الكل بيقولك سيبك منه. وبيت السيدة زينب مش مجرد جدران مهدمة، لأ، ده حكاية كل اللي دخل وخرج منه نص إنسان. الليلة هنفتح الباب اللي محدش جرأ يفتحه من سنين، ونسمع الحكاية اللي الجدران نفسها لسه بتحكيها. اشترك يا عم في القناة ودوس لايك وسبسكرايب. شغل نفسك كده، ده تالت فيديو واحنا 2 مشتركين، والله عيب علينا. في نص حي السيدة زينب، بين الأزقة الضيقة والبيوت اللي لونها باهت من الزمن، في بيت قديم محدش طاق يسكنه. الناس بتعدي من قدامه بسرعة، محدش بيبص عليه أكتر من ثانية، لأن كل اللي سكن فيه ما كملش الأسبوع. البيت ده كان معروف في المنطقة باسم بيت الشيخ عبد العاطي، راجل عاش فيه زمان وكان معروف إن عنده حاجات غريبة بيعملها في السر. بعد ما مات البيت اتقفل سنين، لكن في يوم من الأيام قررت عيلة صغيرة إنها تشتري. العيلة كانت بسيطة، الأب حسن موظف في التموين، مراته نجلاء ست هادية ومؤمنة جدا، وبنتهم الصغيرة ملك عندها 9 سنين. البيت كان واسع ورخيص بشكل مش طبيعي. السمسار قال لهم السعر قليل عشان محتاج ترميم بسيط، بس ولا قال لهم ليه الجيران بيبصوا بخوف أول ما حد يجيب سيرته. من أول ليلة حسن حس بحاجة مش مريحة. الهواء جوه البيت تقيل كأنه بيتنفس، الهدوء غريب، مفيش صوت عربيات، لا أطفال لا جيران. بس في آخر الليل سمع صوت خطوات فوق السطح. في البداية ظن إن في قطة، بس لما طلع لقى الباب الخشبي المؤدي للسطح مفتوح لوحده والقفل متكسر. رجع لتحت لقاه مكتئب، بس حاول يطنش. نجلاء قالت له مش يمكن الهوا، بس ملك قالت جملة خلت الاتنين يسكتوا: بابا، الست اللي في الأوضة كانت بتضحك عليا. حسن اتجمد. أنهي ست يا ملك؟ اللي شعرها طويل وقاعدة على السرير بتاعي. الليالي بعدها بدأت تبقى غريبة أكتر. الأبواب بتتفتح وتقفل لوحدها، وريحة البخور ماليه الشقة كلها، وصوت خفيف بيتردد من الحيطان كأنه نفس حد بيتكلم همس. نجلاء بدأت تشوف كوابيس، شايفة راجل لابس جلابية بيدعد عند رجليها في السرير كل ليلة، وكل ما تصحى تلاقي التراب على الأرض عند مكان رجليه بالظبط. أما حسن فبدأ يسمع صوت خربشة جاية من جدار الصالة، وصوت بيقوله باسمه حسن. لما قرب من الحيطة سمع نفس وراه، لف بسرعة، مفيش حد. الليل ده بالذات كان مختلف، الهوا ساكت، الكهرباء فصلت، البيت كله غرق في ضلمة ما تشوفش فيها ايدك. نجلاء كانت في المطبخ وسمعت حاجة بتقع، ولما راحت تشوف لقت طبق متكسر على الأرض طالعة من ولا مكان. ملك بدأت تصرخ من أوضتها: بابا، الست مش عايزة تسيبني. جروا على الأوضة، لقوا السرير بيتحرك والحيطة ورا السرير متشققة كأنها بتتنفس، وفي صوت خفيف جاي من الشقة بيقول سيبوا البيت مش ليكم. كان يوم حسن راح يسأل جار قديم ساكن في الشارع من 40 سنة. الراجل رفض يتكلم في الأول، لكن بعد إلحاح قال له البيت ده كان بتاع الشيخ عبد العاطي، كان بيعمل تحضير أرواح، وفي مرة جلسة ما قفلهاش. الست اللي بنتك شافتها دي مراته، ماتت جوه الأوضة اللي بتنام فيها بنتك. حسن رجع البيت وهو مش مصدق،
لكن لقى مراته واقفة في الصالة بتبكي، بتقول له: حسن، الحيطة بتنزف. راح يشوف ولقى فعلا لون أحمر غامق بينزل من نفس المكان اللي كان بيجي منه الصوت. الليل قرروا يسيبوا البيت فورا، لكن أول ما فتح الباب الكهرباء رجعت فجأة، والأنوار كلها اشتعلت لوحدها، وصوت همس متكرر بيقول نفس الكلمة: ارجعوا. ملك كانت في حضن أمها، لكن لما حسن بص على وش البنت لقيها مبتسمة بطريقة غريبة، وقالت بصوت مش صوتها: احنا ما بنسيبش بيتنا يا بابا. الكاميرا كانت بتتهز في ايد حسن، والفيديو ده كان آخر حاجة اتصورت جوه البيت قبل ما يتقفل تاني. بعد اللي حصل محدش شاف حسن ولا نجلاء ولا البنت الصغيرة. الجيران بيقولوا إنهم سافروا، بس الغريب إن في كل ليلة بعد نص الليل النور اللي في أوضتهم القديمة بينور لوحده. وناس كتيرة مرت في الشارع ده بتقسم إنها سمعت صوت بنت صغيرة بتضحك، وبعدها صوت ست بتقول بهدوء: إحنا ما بنسيبش بيتنا. يمكن تكون الحكاية خلصت، أو يمكن لسه في حد جوه البيت بيكمل الحكاية بدلهم.